السوداني ما بيذلوا بآخر. قانون موجود، أي حاجة موجودة نتحاسب، لكن ما بيسلم. في رؤساء دول سقطوا بثورة، وفي رؤساء تانيين هربوا بطيارة، لكن الرئيس عمر البشير ده سقط وهو نايم في بيته، وكان فاكر إن الدنيا تحت سيطرته. تعالوا نحكي الحكاية من أولها. عمر البشير استولى على الحكم سنة 1989 بانقلاب عسكري، ومن يومها وهو ماسك البلد بقبضة من حديد. اللي يعارض يختفي، واللي يتكلم يتسجن. الفساد مال البلد في كل حتة، والأزمة الاقتصادية خنقت الناس حرفياً، بس الشعب كان ساكت لحد ما حصلت الشرارة. ديسمبر 2018 الناس صحيت الصبح لقت رغيف العيش ب3 أضعاف ثمنه، وطوابير البنزين بقت بالكيلومترات، حتى الفلوس اللي في البنوك بقت شبه مش موجودة. وهنا نزل الشعب السوداني الشارع. أولها كانت مظاهرات صغيرة، بس في خلال أيام السودان كلها ولعت. والمفاجأة الناس ما كانتش بتقول عيش ولا سولار، الناس كانوا بيهتفوا بصوت واحد: يسقط البشير. لكن البشير بقى كان في القصر مش مصدق. البشير وقتها كان بيضحك وقال جملته المشهورة: في مندسين وفي أجندات خارجية، دي مؤامرة. وأمر الأمن يضرب بإيد من حديد، وفعلا حصل إطلاق نار.